ليه ما عم تزبط دخلك؟ ما بعرف، عندي مشكلة. ها مرحبا، وينك؟ الو. ما قدرنا ما قدرنا نطلع على لايف انا وجو. ما بعرف اذا عم تشوفوه لجو. هلا بعد واقع من النوم. ليه يعطيك الف عافيه، كنت بالمخفر. ليه انت كنت عم بحضر بالمخفر. ليك شو عم تعمل باخري بجرفك؟ بس قل لي شو عم تعمل بيسمه. انتوا خي غشيتوني بالعائلة. هذا الشاب اللي قدامك الكويس الدكتور الحكيم، وانت الوحيد اللي كنت طبيعي. شو صار؟ خي انتوا ما حدا بفوت لعندكم على العائلة الا ما بتخربوه. لا بس عن جد انت شو بدي اقول لك انه قد ايه يعني انا بعرفك قد ايه هيدا عن جد. عصام الدور اللي عملته حتى انا وبعرف وشايفك عم تمثل هونيك كرهتني فيك، فصرت انا طلع فيك انا عم بحضر اقول يا عمي هذا كيف هيك. عن جد يعني شابوه عن جد. خي انتوا بتعرفوا شو عاطيني لك يا جو حبيبي انت. لا بس ان شاء الله مبسوط انه العالم كلها عم تحضر. كثير مبسوطين وكثير حابين الفيدباك كثير حلو، وان شاء الله انه انا كنا انه الجزء الثاني يكون بتعرف انه في اوقات بيفشل الجزء الثاني، بس الحمد لله انه الالمنت الجديد اللي بقلبه والقصه كلها هيك صارت حماسيه. وبعد في قد ايه دخلك كم حلقه؟ بعد في 6. 6. ايه بعد في 6. طب تعال نقول له شو بيصير ونخلص. اكزاكتلي. تعال نحن اصلا معروفين انه نحن خربينه للمسلسل وكرهنيننا فيه العالم، نضلنا نقتل ونخبط ونعمل. تعال نفضحهم. بيصير حلقه وصلنا، تعال نخبره. ليك انا بخبرهم شو بصير بقصتي وانت خبرهم شو بصير بقصتك. ليك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شو؟ قصتك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قصتي بوزيتيف او نيجاتيف؟ هي نيجاتيف. بوزيتيف نيجاتيف، ما بعرف شو هي صراحة. مش عارف انا كيف خالصة معي. ليك اذا بنقول لهم بدنا بنربحهم لون. انا بس بدي لكم شغله، انه باخر نهار تصوير يلي المفروض تكون باخر حلقه جو روح اجره. هي معلومه حلوه جو. ما على فكره بعد لي لهلا يعني اجري ركبتي. ماني مسترجي روح على المستشفى اعمل له فحص من وراء الكورونا، بس لتعرفوا قد ايه عن جد اوقات نتعذب بالمشاهد ويكون في اشياء. يعني انت بتعرف، انت قل لي عن جد قل لي كيف كانت التجربه وحياة الله عن جد بكل صراحه. لا من متعبه اكيد متعبه، يعني انه انا كمان يعني انا رديته لعصام من اول نهار خلق. تخيل يعني انا عيشته 40 سنه للزلمه، كل سنه اخذت معي 365 ساعه. ركبت له مرض ورديته لورا. يعني انا هلا بيسالوني عصام، بقول لهم ايه بس ما تنسوا انه عصام وقت كان عمره 4 سنين. بس بدي اشوف ما بعتقد حدا من العالم كان متوقع انه انت تقلب هالقلبه عن جد. يعني ما حدا متوقع انه انت تقلب. انا يعني حتى انا قريت اوكي وهيك، بس ما توقعت انه تقلب بمطرح معين يصير معها. هلا ما بنعرف شو الاسباب وشو، هلا في اكيد اسباب معينه، بس ما بتتوقع انه دكتور عصام اللي انا اول ما فريت على تخيل اللي بين رجاله ومرته ما حدا بيعرفه اذا بتريد، يعني حتى لو اختك البنت وكل شيء وحبيب قلبي انت يوسف، بس انه بالاخر انا لما عم نام على مخديتي عم بعرف انه في مرة مش معي 100%. معلش. تعال نسال العالم مين بحس معه ليه راح صوتك بعيد؟ يعني انا بدي اسال العالم. بتحسوا اللي عم يعملوا عصام معه حق فيه ولا هو وينك؟ رجع اسال السؤال. معك بدي اسال. انتوا بتحسوا انه عصام مظلوم ولا معه حق باللي عم يعمله او غلط اللي عم يعمله؟ سؤال تفضلوا. يعني سؤال عم يسأله. مع يسمى هو مظلوم لانه يمكن ما بتحبه وله حق يعمل اللي عم يعمله. نو عم بيقولوا لك عصام لا ما معه. ها اكيد معه حق. ناس بيقولوا لك نو ما معه حق. مرتي بتقول لك معه حق. اكيد بدها توقف مع جوزها يعني بالاخر. لا ما معه حق.
معه حق وكثير كمان. ها ياسمين، ليش يا ياسمين معه حق وكثير؟ معه حق. يعني معه حق انه يعمل هذا، يتصرف بهالطريقه. معه حق مليون بالمية، معه حق. والله أنا غلط طبعا، لا طبعا مش معه حق. But Wissam you are acting incredible. Completely wrong. لاحظت في وجهة نظر مختلفة. لا ما معه حق، هو عنده عقدة نقص. ليك ميرا شو عم بتقلي؟ والله خليكي محضر خير لك يا ميرا. قال على فكرة يسمع عم تحكي مع فارس من ورا ظهرك. لا ميرا لا، ما تقولي لنا. ليك الآراء مختلفة خي جو حبيبي على موضوع معه حق ولا ما معه حق. وين راح؟ راح جو. نجرب نرجع نطلبه لجو. سوري وسام، الانترنت. ايه شو الآراء مختلفة بين معه حق وما معه حق. يا خيي انا هلا هي اختي وكل شيء. انا بقول لك هي اختي وكل شيء، بس هيدا فارس اجا واخذت لي حبيبتي واخذت لي اختي واخذت لك حبيبتك واخذت لي معملي واخذت لي شو بعد؟ في شيء ما اخذ لنا اياه بعد؟ فانا مع شوي بتصرفاتك، بس مش مع ضد انه انا ضد انك شوي تمد ايدك عليها. يا اخي ليه مديت ايدك عليها؟ انا ليك بس انا بسأل لك شغله، هن في شغله بعد ما عرفوها الناس من الاول رح يكتشفوها بالحلقات الاخيره. مين ضربه لفارس؟ هيدا السر ما لازم يعني هلا انت عم تحكي باهم نقطه بالعمل. هيدا الشيء مين ضربه لفارس اول يومين انا كنت جيت فيهم على هلا بس هلا لازم يعرفوا مين برايكم ضرب فارس؟ مين كان مريض ومخبى بثيابه؟ حكيم الشاطر مظلوم. لا ما بدنا نقول لهم شيء قصص تاثر عليهم، لا بليز خليهم يحضروا ويشوفوا. ليك شو رد حدا؟ هيك كله عم بيقولوا انت اللي ضربته، انت ضربته. لا جو انت بعدك هلا حاجر حالك؟ ليك وسام بدي اساله سؤال بعد. مين بيكرهه اكثر، يوسف ولا عصام؟ مين تكرهه اكثر، يوسف ولا عصام؟ ما حدا جاوب جو حبيبي. شو قاعد معك تما تقعد لحالك؟ هذا طفطف قاعدين انا وياه الاوضه بسلم عليكم لانه ضارب الزهق هون بالاوضه. انا بعدني حاجر حالي. جو بس تعلكم انه كان مسافر بتركيا عم بيصوروا عروس بيروت ورجعوا على لبنان، فهلا حاجر حاله 14 يوم قبل ما يروح عند اهله وعند عائلته. 14 يوم بأوضة مش ببيت، يعني قاعد بأوضة نوم. بعد عندي شي 5 أيام تقريبا وبرجع من الله راد نعمل الفحص تاني وبنرجع بنشوف العائلة، لأنه الطيارة اللي اجت من تركيا يعني اللي كنا فيها طلع فيها حالتين، فخفنا شوي قلنا ناخد هيك احتياطاتنا أكتر. شو كنت سألت سؤال دخلك؟ مين تكرهه أكتر؟ مين بتكرهه أكتر، عصام؟ لأنه أنا قلقت فكرت السؤال مين بتحبه أكتر، لأنه كله عم بيقول يوسف.